السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعل من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اكس كوبي تريدنج. التطبيق ده مساحته 26 ميجا، بحمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالبورصة، خاص بالسلع والعملات والذهب والاسهم. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو ليك في البورصة او بتتداول او بتبيع وبتشتري، فانت بتقدر ان انت تتعامل من خلال التطبيق ده وتقدر تحقق دخل او تحقق مكسب من خلال شراء الاسهم في الشركات اللي انت بتفضلها. بيقدر يتيح لك ان انت تشتري في اسهم شركات محلية واسهم شركات عالمية. تقدر تتعرف على الاسعار، تقدر تتعرف كمان على الشركات اللي انت حابب تشتري فيها، شركات مثلا في اوروبا، شركات في الصين، شركات في اسيا، شركات في امريكا. تقدر تعرف على الشركات دي، سواء شركات لسه ناشئة جديدة او شركات قديمة وليها سمعة في السوق كويسة. كمان بتقدر تتعرف على ان هي شركات حقيقية من الاساس ولا هي شركات على ورق بس وعاملة ان هي ليها اسهم وبتتداول في البورصة، بحيث ان هي ممكن تكون شركات نصابة بتنصب على الناس. كمان لو انت مالكش في البورصه، فالتطبيق ده بيقدر يعلمك ويفهمك ويعرفك يعني ايه اسهم، وامتى بتشتري اسهم في الشركات وامتى بتبيع، وايه افضل الشركات على المستوى المحلي لبلدك، وايه افضل الشركات على المستوى العالمي. كل ده التطبيق بيقدر يعرفه لك، وبيقدر ان هو يحقق لك مكسب من خلال النصايح اللي بيديها لك، ويعرفك امتى تشتري اسهم في الشركات وامتى تبيع وامتى تخلي الاسهم معاك ما لا تبيعها ولا تزود عليها في حاله ان يكون في اضطرابات في السوق، او في مثلا زي الكورونا لما جت كده والاوبئه، وزي لما كان لما بيحصل كده الازمه الاقتصاديه على مستوى العالم، فبيكون الاسعار مذبذبه. ففي ناس بتخاف وتبيع على طول، وفي ناس بتاخد ريسك يعني وتقول لك لا انا مش هبيع انا لحد ما نشوف الدنيا هتعمل ايه، ممكن الاسعار تزيد مره واحده وابقى انا ضيعت على نفسي مكسب كبير. وناس تانية تقول لك لا، ما هي ممكن الاسعار ترخص مره واحده واتفادى الخساره دي من دلوقتي. فالتطبيق ده بيقدر ان هو يديك بعض النصايح في البيع وفي الشراء. ده كده الغرض من التطبيق، وده فائده التطبيق. مشكله التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه وما فيهوش لغه عربيه. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.